في وقت تتزايد فيه التهديدات على المستويين الدولي والإقليمي وتتعدد فيه أشكال الجريمة العابرة للحدود، تواصل الجزائر من منطلق وزنها وموقعها في المنطقة جهودها في سبيل مواجهة هذه التحديات من خلال تفعيل كل الوسائل والميكانيزمات الكفيلة بضمان أمنها واستقرارها وسيادتها. في هذا الاتجاه تستمر مسيرة عصرنة وتطوير مختلف قواتنا المسلحة وفق نظرة استراتيجية لقيادة الجيش الوطني الشعبي، قوامها التكييف المستمر لقوام المعركة مع متطلبات الميدان، وذلك بالتركيز على الاستثمار في العنصر البشري من جهة والتدعيم المستمر لمختلف القوات بأحدث التكنولوجيات التي يعرفها ميدان التسليح من جهة أخرى. تماشيا مع هذه النظرة الاستراتيجية جاءت ضرورة تطوير وتحديث قواتنا الجوية بوتيرة ما فتئت تتسارع، تسارع ترجمه ميدانيا التدعيم النوعي لقواتنا الجوية بمختلف الأسلحة والمعدات والأنظمة الكفيلة بالرفع من درجة جاهزيتها وقدرتها على المناورة وامتلاك وسائل السيطرة الجوية بما يمكنها من أداء المهام المنوطة بها بكل كفاءة واقتدار. ولأن العنصر البشري الكفء هو عماد كل جيش محترف وعصري، فإن تطوير وإثراء المنظومة التكوينية لقواتنا الجوية كان ولا يزال من أولويات قيادة الجيش الوطني الشعبي من خلال الاعتماد على أطقم تكوين كفءة وقاعدة بيداغوجية ثرية ومتنوعة، مع التركيز على الواقعية في تسطير مخططات التكوين والتدريب. تطبيقا للمعارف المحصلة خلال التحضير القتالي لمختلف تشكيلات ووحدات القوة الجوية، وبغية الرفع من درجة التنسيق والتعاون بين مختلف القوات في الميدان، تنفذ القوات الجوية دوريا تمارين تكتيكية بالرمايات الحقيقية وفق سيناريوهات تحاكي الواقع الميداني. في هذا السياق تابع السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تنفيذ تمرين تكتيكي جوي بالرمايات الحقيقية احتضنه الميدان المركزي للجو بالناحية العسكرية الأولى. بداية تابع السيد الفريق بالقاعدة الجوية سالم قاسم بالناحية العسكرية الأولى وبحضور ألوية وعمداء عروضا حول سير التمرين ومختلف مراحله، والذي تتمحور فكرته حول تنفيذ رمايات حقيقية باستعمال حوامات الهجوم والمناورة. قام بعد ذلك السيد الفريق بمعاينة الوحدات الجوية المشاركة خاصة الحوامات من مختلف الأصناف. قبل بداية التمرين قدمت إحدى الحوامات المشاركة عرضا جويا أبان خلاله الطاقم على تمكن وكفاءة كبيرين في التحكم والمناورة به. التمرين وفي مرحلته الأولى عرف تنفيذ رمايات بصواريخ جو أرض مضادة للدبابات والمدرعات ومنشآت العدو، وكذا صواريخ غير موجهة. في المرحلة الثانية نفذت حوامة الهجوم والمناورة رمايات بالمدفع المتحرك بهدف تدمير الأهداف المدرعة الخفيفة المعادية، وكذا الأهداف الجوية ذات السرعة المنخفضة. في مرحلته الثالثة عرف التمرين تنفيذ رمايات بدورية لحوامات قتالية بغرض تأمين منطقة الإبرار باستعمال صواريخ غير موجهة. في المرحلة الرابعة وبغرض تطهير منطقة الإبرار نفذت حوامة المناورة رمايات باستعمال صواريخ غير موجهة من نوع AS-5. المرحلة الأخيرة للتمرين عرفت نقل مفرزة للرماة المطاريين بحوامات المناورة لتنفيذ الإبرار واحتلال النقطة القوية المعادية، معلنا بذلك نهاية التمرين. نهاية هذا التمرين بنجاح جاءت لتؤكد مدى الجدية والاحترافية التي يتسم بها تنفيذ برامج التحضير القتالي لمختلف تشكيلات الجيش الوطني الشعبي عامة والقوات الجوية خاصة، وهو النجاح الذي أكدته فاعلية ودقة الرمايات التي نفذتها أطقم الحوامات القتالية وقدرتها على المواجهة ورد الفعل في مختلف المواقف التكتيكية من خلال استعمال منظومات الأسلحة
كما كان التمرين فرصة لتعزيز قدرات وحدات الدعم التقني العملياتي لفائدة الوحدات الجوية المقامة، ورفع قدرات الإطارات والأركانات في تخطيط وتحضير وقيادة التمارين الجوية. القوات الجوية وبتنفيذها لهكذا تمارين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على نجاح رهان التطوير المستمر لوحدتها على غرار كافة قوات الجيش الوطني الشعبي، وهو الرهان الذي رفعته القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الرامية لبناء جيش قوي عصري ومتطور متشبع بقيم أمته وتاريخها وحصنا منيعا لها وحام بحماها. وفخامة رئيس الجمهورية القائد للقوات المسلحة وزير الدفاع أكد مرارا وتكرارا على تحضير القوات المسلحة، وهذا بفضل الرئيس. يعني كان اقتناع تاع جميع القوات، سواء القوات البحرية أو الدفاع الإقليم أو القوات الجوية.